السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. تعالوا نعمل اكله حلوه النهارده. شايفين الاكله الجميله دي؟ تعالوا اقول لكم هنعملها ازاي. انا جبت هنا طاسه، وحطيت فيها بصلايه كبيره، قطعتها وحطيت فيها حبه زيت ومعلقه سمنه، ونزلت بعد ما اديت تشويحه للبصله نزلت عليها باللحمه المفرومه. عندك بقى ربع كيلو، نص كيلو، ايا كان يعني. انا بصراحة يعني عملت ربع كيلو، كان عندي في الفريزر، يعني فاهمة انتوا عارفين بقى يعني الدنيا ماشية ازاي. انا هنا نزلت باللحمة المفرومة، وبعد كده نزلت عليها بفلفل اسود وبهارات لحمة وشوية ملح، واديتها تشويحة. وبعدين قمت نازلة عليها بقرنين فلفل، وهقلبها كويس تاخد تشويحة حلوة. نزلت عليها بحتة تومة كانت عندي في الفريزر برضو. وبعد ما اديها التشويحة التمام هطفي عليها واحط لها خضرة. الخضرة دي طبعا كنت انا نقعاها وغسلاها ومقطعاها قبل ما اعمل اللحمة يعني، ومصفياها. وبعد كده نزلت عليها نزلت على اللحمة بيها يعني. وبعد كده جبت صينية، ودي طبعا كوسة كنت انا مقوراها وبطاطس. طبعا تقوير الكوسه والبطاطس سهل، مفيش يعني اسهل من كده يعني، مش محتاج ان انا اقول لكم عليه حاجه. هنا نزلت بالتقوير اللي انا طلعته من الكوسه والبطاطس، ونزلت عليه بحته تومه، ونزلت عليه بملح، وهنزل عليه بشطه وبفلفل وبكمون وحبه كاري او كركم، يعني اللي متواجد عندك يعني. تمام. وهقلب المكونات دي كويس قوي في بعضيها. المهم لو وصلتوا معايا لهنا ما تنسوش تعملوا لي لايك ومتابعة، كومنتات حلوة بقى، من كومنتات كل انا اصلا ما بشوفهاش يعني. بعد ما سويت الصينية وهسيبها بقى على جنب، وطبعا دي اللحمة بتاعتي بعد ما خلصت يعني، هجيبها وهجيب بقى الكوسة والبطاطس وهحشيهم باللحمة اللي انا عملتها. وبعد ما هحشيها بقى ارصص بقى يعني، بصوا بعد ما هحشي وهرصص بقى كده. حشو سهل خالص يعني. هنا بقى كنت بقول لكم اخلص الكميه وارجع لكم. هنا بقى كنت خلصت اهوت، حشيت كله ورصيته في الصينيه. وهنا كنت عصره طماطم، قمت نازله عليها على الصينيه يعني من فوق. وهقلب الصينيه كويس كده زي ما انتوا شايفين، وهحطها على النار تاخد كام غلوه، وبعدين هدخلها الفرن. كده بعد ما طلعت معايا من الفرن طلعت خطيره بصراحه. البطاطس يعني الصينيه دي سهله جدا، ممكن تعمليها في اي وقت يعني. هنا كنت بقول لكم ان الكوسه مستويه، وبص الحشو اللي تحت ده بقى بيبقى خطير خطير قوي يعني. حرام نرميه اصلا يعني، نرميه ليه لما احنا ممكن نعمل بيه حاجه يعني. ودي البطاطس برضو كانت مستويه وجميله اهيت. المهم لو وصلتوا هنا ما تنسوش تعملوا له لايكات كتيره، ولو الاكله عجبتكم اكتبوا لي كومنت حلو. سلام.